الشقة اللي محدش قدر يقعد فيها أكتر من يومين. في شقة في عمارة قديمة بتتأجر عادي جدا، بس بشرط غريب، إنك تدفع إيجار يومين بس، لأن محدش قدر يكمل اليوم التالت. يلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي سلمى، وكنت بدور على شقة قريبة من شغلي وسعرها يكون مناسب، لحد ما لقيت إعلان غريب جدا: شقة مفروشة للإيجار بس لمدة يومين فقط. ضحكت في الأول وافتكرت الموضوع هزار، بس لما كلمت الراجل رد عادي جدا وقال لي: تعالي شوفيها، بس لازم تمشي قبل اليوم التالت ما يجي. سألته ليه، رد بسكوت وبعدها قفل. يوم المعاينة، الشقة كانت في عمارة قديمة في الدور الرابع. السلم ضلمة وهادي بشكل مرعب. الباب كان مفتوح. دخلت. الشقة كانت نظيفة جدا، أحسن بكتير مما كنت أتوقع. بس كان في حاجة غريبة، كل الساعات واقفة عند الساعة 2:30. أول يوم عدى عادي جدا، بس بالليل صحيت على صوت حاجة بتستحف في الأرض. قمت فتحت النور، مفيش حاجة. رجعت أنام تاني، الصوت رجع تاني، بس المرة دي من جوه الأوضة المقفولة. الصبح قررت أفتحها. المفتاح كان في الباب أصلا، وأول ما فتحت كان في ريحة غريبة جدا، كأنها رطوبة قديمة. جوه الأوضة مفيش غير دولاب كبير جدا وحيطة عليها خدوش، كأن حد كان بيحاول يطلع منها. قفلت بسرعة وقلت لنفسي أوهام. تاني يوم بدأت أحس إني مش لوحدي، حاجة بتمشي ورايا، صوت نفس مش بتاعي. بصيت في المراية لحظة كده، حسيت إن في حد ورايا، بس لما لفيت مفيش حد. الليلة التانية الساعة كانت 2:30 بالظبط. كل الأنوار طفت مرة واحدة، وسمعت صوت واضح: اطلعي برا قبل ما تبقي زيهم. جريت ناحية الباب، بس لقيته مقفول ومش بيفتح. وفجأة باب الأوضة المقفولة اتفتح لوحده. بصيت جوه، لقيت حد واقف ظهره ليا، بصوت واطي قالي: انتي كملتي اليومين، يبقى دورك جه. جريت أصرخ بسرعة، بس صوتي أصلا مش طالع. صحيت تاني يوم، لقيت نفسي برا الشقة وعلى السلم، والباب كان مقفول كأن مفيش حاجة حصلت. نزلت بسرعة، سألت البواب مين كان ساكن قبلي. بصلي وقالي: كلهم مشيوا بعد يومين، إلا واحدة بس اختفت. سألته اسمها ايه، قالي: سلمى. ومن يومها الشقة لسه بتتأجر يومين بس، وكل اللي يدخلها يسمع نفس الصوت وبيشوف نفس الأوضة وبيكمل مكان.